قال شخص لا يستطيع أن يحفظ من القرآن، فإذا صلى ماذا يقول بدل الفاتحة؟ إن لم يكن عنده شيء يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى ويكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكبر ويأتي بأي ذكر، وإن أتى بهذا الذكر لا بأس. وإن لم يحفظ شيء من الأذكار يصلي ولو لم يذكر شيئا، يقيم الصلاة بأركانها الأخرى، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فبعض الناس مسكين حتى على مستوى ذكر ربما ما يحفظ لضعف الحفظ عنده، لكن مناط التكليف موجود، فلا تسقط الصلاة بعدم الحفظ، يصلي على ما تيسر، كما هو الحال في من لا يستطيع على ركن القيام، والصلاة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، مثلها مثل القيام، الذي يعجز عن القيام يجلس، والذي يعجز عن صلاة الفاتحة إن كان عنده سورة إن أعطيناك الكوثر وهي سورة مختصرة يقرأها فاقرأه ما تيسر من القرآن. وإن لم يكن عنده شيء فيأتي بأي ذكر، وإن لم يكن عنده لا ذا ولا ذا يصلي بهيئات الصلاة الأخرى ويسقط عنه هذا الركن.